لا تحسن الظن إلى حد الغباء، ولا تسيء الظن إلى حد الوسوسة، وليكن حسن ظنك ثقة وسوء ظنك وقاية. من أسباب الهيبة قلة الكلام، ومن أسباب الجمال كثرة الابتسامة، فكن جميلا ذا هيبة. الكلام الكثير دليل على العلم الواسع، أو على كثرة الكذب، أو على الثرثرة الفارغة. يحتاج الإنسان إلى 2 ليتعلم الكلام، ثم يحتاج إلى 50 سنة ليتعلم الصمت. الأشخاص الواثقون من أنفسهم نادرا ما يشعرون بأنهم مجبرون على الكلام. التقدم لا يعني التحرر، والانفتاح لا يعني قلة الأدب، والابتسامة لا تعني السخرية. فلنتعامل مع هذه المفردات وفق المعاني الصحيحة لها. أفضل أن أكون صادقا مع نفسي حتى لو عرضني ذلك لتكبد السخرية من الآخرين، بدلا من أن أكون كاذبا مع نفسي وأكبدها اشمئزازي منها. النصيحة عليها الأجر الكبير عند الله، والبديل عنها هي الغيبة والعياذ بالله. النصيحة تقوي صلتك بالمنصوح، وأما الغيبة فتنشئ الهوة بعد الهوة بينك وبين من اغتبته. الغيبة رسول الشر بين البشر. اذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن يذكرك به، ودع منه ما تحب أن يدع منك. أكثر الناس خطايا أكثرهم ذكرا لخطايا الناس. قيل للربيع بن هيثم: ما نراك تعيب أحدا؟ فقال: لست راضيا عن نفسي حتى أتفرغ لذم الناس. 5 من دواء القلب: قراءة القرآن، وقيام الليل، ومجالسة الصالحين، وخواء البطن، والتضرع عند الصباح. 4 تهدم البدن: الهم والحزن والجوع والسهر. 4 تجلب الرزق: قيام الليل، وكثرة الاستغفار بالأسحار، والصدقة، والذكر أول النهار وآخره. 4 تمنع الرزق: نوم الصباح، وقلة الصلاة، والكسل، والخيانة. نرتب السرير ونبرد الغرفة لننعم بالموتة الصغرى، لا حرج، ولكن هل رتبنا وبردنا قبورنا بالطاعة لننعم بعد الموتة الكبرى في القبر وفي ساحة القيامة وفي الجنة بإذن الله؟ ليس هناك أجمل من أن تعمل في صمت، وتترك نتائج عملك هي التي تتحدث عنك. روعة الإنسان ليس بما يملكه، بل بما يمنحه للغير. إن الشمس تملك النار، ولكنها في المقابل تملأ الكون بالنور. سئل أحد الحكماء: ما الشيء الذي لا يحسن أن يقال وإن كان حقا؟ فأجاب: مدح الإنسان لنفسه. الجاهل يعرف ب6 خصال: الغضب من لا شيء، والكلام من غير نفع، والعطية في غير موضعها لمن لا يستحقها، وألا يعرف صديقه من عدوه، وإفشاء السر، والثقة بكل أحد. حسن الخلق: احتمال الأذى، وقلة الغضب، وبسط الوجه، وطيب الكلام. من أطاع غضبه أضاع أدبه. 3 لا بد أن تستقر في ذهنك: لا نجاة من الموت، ولا راحة دائمة في الدنيا، ولا سلامة من كلام الناس. 3 أشياء لا يعرف قدرها إلا 3: الشباب لا يعرف قدره إلا الشيوخ، والعافية لا يعرف قدرها إلا أهل البلاء، والصحة لا يعرف قدرها إلا المرضى. 5 يطبن ب5: الصحة برغد العيش،
والسفر بحسن الصحبة، والجمال بحسن الخلق، والنوم براحة البال، والليل بذكر الله.